هيك ابتسم لك شوي. شوفي تخانقنا انا وياها. هلا مو خناق بس فينك تقول هيك خلاف بالرأي. خلاف بالرأي، يعني كأنكم كنتوا باتجاه المعاكس انت وياها. يا رب معلش، تكون جدي بس لمرة واحدة بحياتك، ما بكفي سقعة. أنا رح موت من بردي وطارق مشوار من آخر الدنيا لهون. خلص مثل ما بدك، رح كون لي مرة وحيدة جدي بحياتي. شو صار معكم؟ صار في خلاف بالرأي؟ ايه لازم إلا إني بحبها بطريقة مميزة وعلى ذوقها. على ذوق؟ شو يعني على نوقة؟ شو بعرفني والله ما بعرف. لك شو بيعرفني، حاس حالي عم بحكي مع ادم وكأنك ولا مرة بحياتك شايف بنت. يا رب أنا عن جد بحبها لهي البنت، جد بحبها مو مزح يعني. تحبها بك يحبك برص، مالك كم اسبوع متعرف عليها، ما بصير. شو هالحكي هذا؟ بدي اياك تلاقي لي حل. انت عندك خبره بالبنات وممكن تلاقي لي حل. يعني بتعرف شو بحبوا؟ اسف انا عندي خبره بالنسوان. بتعرف انه انا ولا مره بحياتي متعرف على بنت. عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد عم بحكي. شلون بدي اشرح لك اياها؟ انا ما باذي بنات الناس، عن جد حكيم. يعني وحده مطلقه ارمله عندها حبيب قبل مني ببينه، بنبلش تطبيق كله بيشتغل. بتعرف شو؟ انا بحياتي مالي قايل لوحده اني انا بحبك. يا حبيبي جبناك يا عبد المعين لتعين. طيب والعمل؟ خيو انت بهمك امرها للبنت؟ ايه كتير. طنشها فتره، وكل كم يوم اعمل لك كم حركه هيك قدام منها مشان تضلها معلقه فيك. وعلى الهادي الحقيقه هوها فاجأتني قديش عندك خبره بالنسوان. خال هي الطريقه بتمشي مع كل النسوان، اما تيجي تقول لي من اولها انا بحبك، يا اخي بركي هي مو قابضتك بفرنج. لا سيدي، قابضتني بفرنجين وانا متاكد من هذا الشيء. ومين قال لك العصفوره؟ لا مو العصفوره اللي قالت لي، هي اللي قالت لي، وبدياني انه بكره الا اياها وبطريقه مميزه كمان. هلا هي اللي قالت لك بالقبل؟ ايه يا حبمبم. ايه يا رب. اما من المانيا وهي طول عمرها عايشه هونيك. ولك ابي جوجلا. الشاب بيحكي للبنت قبل ما شو هي شو؟ جوجلا ما بتعرفها؟ ضيعه هي الضيعه اللي طلع منها محرك البحث جوجل. على فكره انا فلسطيني مو هندي. طب ما قلت لي شو قلت لما هي قالت؟ هي ما قالت اياها بوشي، هي قالت اياها على الانسر ماشين. شو؟ على الانسر ماشين. الانسر ماشين؟ ايه ممتاز، طنشها، اعمل حالك ما سمعتها. كيف؟ كنت برات البيت معطل الانسر ماشين، قطعت الكهرباء يا سيدي، اعمل اي شيء تبين انك متجاهلها تماما. شو عم بلعب انا وياها الطفار؟ لك ما بدك اياها تطبق على التمام، اعمل مثل ما عم اقول لك. بعدين يا سيدي مين قال لك انه العلاقه بين الرجال والنسوان مو الطفار؟ بس هي ما من هالنوعيه. ولك مو قلت لي المانيه بيكون مارق على يا عرب البنت كثير نظيفه، في مجال ما تخبص عليها بالحكي. انا بعرف شو عم احكي، هي ما من هالنوعيه، يعني هي ما من هالنوعيه. بعدين انت عم تحكي عن وحده بدها تكون مرتي بالمستقبل. ولك حمار انت ولا حمار؟ ما عم تشوف شو عم يصير بسعد؟ تقول لي بدها تتزوج؟ الحمى لتكون عم تسعى ورا الجنسية خيال. آسف عن جد. بشرفك مو مسخره انه بامريكا مثلا او بالمانيا ممكن يعطونا الجنسيه ونصير فيها مواطنين، لنا حقوقنا الكامله. ليش دخلك؟ شو هي الحقوق اللي اخذها انا كسوري اكثر منها؟ اسمع لك اسمع، خلينا نغير هالسيره لانه عن جد وجعني راسي. اخي حكيم انتصح مني، خليك مرح. البنت بتحب دائما الشاب اللي بضحكها، اهم شيء تطنشها، لانه هي ما حتلاقيها حلوه على حالها انه ترجع تعد لك اياها مره ثانيه. خليها دائما عم تنتظر منك شيء، ولما بتحس انه هي بلشت تنسى الموضوع رجع انت إلا اياها. بعدين خليه غير متوقع. شلون يعني غير متوقع؟ يعني إلا اياها انك بتحبها بمكان غير متوقع، مثلا السينما او بغرفة العمليات فوق شي جثة. هيك ولو ابتسم والله ما لها مستاهلة. حكيم شربنا شي شغلة من عند هالشباب. شرف على هالنصيحه بيطلع لك شرف.